مش هتصدقوا ان الملبن ممكن يتعمل بالطريقه دي ب3 مكونات بس، ومن غير جيلاتين ولا عسل جلوكوز ولا اي تعقيدات، وهيطلع معاكم طبق الاصل المحلات. هنحتاج 2.25 من السكر، ونحط عليهم 1.25 من الميه، وخطوه اختياريه معلقتين كبار من عسل النحل او العسل الابيض. واول ما يبتدي يغلي نديله تقليبه وعصره ليمونه، ونهدي النار بقى ونسيبه يغلي على نار هاديه. وعلى ما يغلي على نار هاديه بقى هنجهز خليط النشا، كوبايه من النشا وكوبايه من الميه، وندوبهم مع بعض، وننزل بقى بخليط النشا ده بقى بالتدريج واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. النار هنا بقى متوسطه، وايديكم فيه اوعوا تسيبوه لحد لما تخلصوا كميه النشا كلها. اول ما يبتدي يتقل بالشكل ده بنحط قطعه زبده او معلقه سمنه. هتلاقوها لمت الملبن معاكم كده بقى. وحطوا المنكهات اللي تحبوها، ممكن تحطوا فانيليا، وفي الغالب بيتحط عليه ميه ورد بس انا ما بحبهاش فهحط مستكه بدلها. المستكه تحفه. ونحط كمان بقى لون طعام عشان يبقى لونه احمر كده. حطيت الاول بينك، بعد كده حطيت احمر بقى لونه يعني احمر مدي على بينك كده. وبعد كده بقى بحط كوبايه سكر بالتدريج واحده واحده. كوبايه السكر دي على 4-5 دفعات كده، وكل مره لازم تقلبوا لحد لما السكر يختفي قبل ما تحطوا اللي بعدها، لحد لما تخلصوا الكوبايه كلها. وبعد كده تفضلوا تسووه على النار 45 دقيقه، من 40 ل 45 دقيقه تسويه على نار هاديه. ده مهم جدا عشان يطلع معاكم مطته حلوه ويطلع طري في نفس الوقت. قالب واديته رشه زيت، وحطيت فيه نص كميه الملبن وغطيته حطيته في التلاجة. النص التاني بحط عليه بقى مكسرات كده، مكسرات متحمصه، وبنحطه بقى في كيس عشان ياخد شكل الملبن الحبل، يعني من غير ما نحط حبل ولا حاجه. بترش عليه رشه سكر بودره وعليها شويه نشا كده، يعني ربع كوبايه سكر بودره ومعلقه نشا مثلا ولا حاجه. تغلفوه بقى كده ايه بالسكر والنشا ده، وبس كده.